لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا عمرة قريبة إن شاء الله بإذن الله، ميسرة عاجلة بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا أخواتي، اليوم سنتكلم عن مناسك العمرة خطوة خطوة. ومناسك العمرة هي سهلة جدا، مناسك العمرة هي يسيرة. باش تزولي ديك الفكره بان مناسك العمره صعيبه، مناسك العمره من اسهل ما يكون. اول حاجه نقولها لاخواتي بان مناسك العمره لا تتعدى ساعتين. العمره كتأديها تقريبا في ساعتين. ربما انت ملي كتمشي للعمره ربما كتمشي كتجلسي 15 يوم، او مثلا المعتمر كيجلس شهر. كتشوف مثلا الانسان كيمشي للعمره كيقول لك مثلا راه غيجلس 15 يوم ولا غيجلس شهر. ليس معناه ان داك الشهر كله كيأدي فيه العمره او ديك 15 يوم كلها كيأدي فيها العمره. لا، العمره راه كيأديها بمجرد ما كيوصل لمكه في ظرف ساعتين كيكون كمل العمره ديالو. هذه اول حاجه خصنا نفهموها، لان كثير من الناس اللي كيعتقدوا بان راه العمره راه عندها واحد المده طويله. اول ما نبدا به هو نعرفوا الاجر اللي كياخذوا المعتمر والاجر اللي كتاخذوا المعتمره. هاد العمره هذه شنو هو الاجر اللي كناخذوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. هذه اولا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار هم وفد الله. ما معنى وفد الله؟ يعني ضيوف على الله عز وجل، ضيوف في بيت الرحمن. لان المعتمر او الحاج ماشي لبيت الله الحرام باش يؤدي ديك المنسك ديال العمره او ديال الحج، فهو اذا في ضيافه الرحمن. هذه اول حاجه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بان ذلك المعتمر دعاؤه مستجاب، ان دعا الله عز وجل اجابه، وان استغفره غفر الله سبحانه وتعالى له. وبالنسبه للوقت ديال العمره ماشي بحال الحج. الحج عنده واحد 3 شهور كتأدى فيه مناسك الحج، لكن العمره في اي وقت ممكن ان اؤدي العمره، في اي شهر ممكن انني ادي العمره. لكن احب الاوقات وافضل الشهور اللي ممكن تأدي فيه العمره وهو شهر رمضان. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمره في رمضان كحجه. وقال صلى الله عليه وسلم: عمره في رمضان كحجه معي. يعني العمره في رمضان كتعدل الحجه، بل هي حجه مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ان لم يتيسر لي العمره في رمضان راه ممكن انني ندير العمره في اي وقت وفي اي زمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا جميعا عمره قريبه ان شاء الله باذن الله، ميسره عاجله باذن الله. خصنا نعرفوا بان مادام قلنا بان المعتمرين هم وفود الله، يعني انت في ضيافه الرحمن، بمعنى ان هذا السفر كله سفر العمره ليس كغيره من الاسفار. مسافره العمره ماشي هي مسافره السراي ولا مسافره الدوري ولا مسافره للشمال ولا باش تشوفي المناطق السياحيه. لا، سفر العمره هو سفر عباده دائما كيستحضرها المعتمر، بمعنى ان كل خطوه راه عندك فيها الاجر. كل خطوه الله سبحانه وتعالى يرفعك بها درجه ويحط الله عز وجل بها عنك السيئه. الخطوات كلها والمشقه كلها اللي كتوجديها في العمره راه كلها في ميزان حسناتك، لانك انت طوال هذاك السفر راكي في عباده. هذه خصنا نعرفوها، لان كاين الناس اللي كيبداو العمره ديالهم حدهم كيوصلوا مثلا للمطار وكيلقاو المشاكل وكيلقاو الصعوبات، وكتلقاه ربما جالس 6 سوايع او 7 سوايع في المطار مازال ما جاتش الطائره، كيبقى يتقلق، كيبقى يتعصب، كيقول: انا هذا الشيء ما عمرو شفتو، انا مسافر لفلان بلاصه شحال مسافر من مره وهذا الشيء ما عمرو وقع لي. كيبقى ينوض يتعصب وينوض يغضب وينسى بانه في سفر بان هذه الرحله هي من اجمل الرحلات، بان هذه الرحله هي من اعظم الرحلات، وبان هذه الرحله فيها مشقه، فيها بعض المشقه، والاجر
يكون بقدر المشقة. إذا كيف أبدأ رحلة العمرة أو كيف أبدأ مناسك العمرة؟ أول ما أبدأ به في البيت ديالي، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، أن المعتمر يغتسل الغسل النبوي. لكن حينما يغتسل لا يحرم في بيته، ما كيحرمش في البيت ديالو، غير كيغتسل كيوجد راسو. بالنسبة للمرأة اللباس ديالها كيكون لباس عادي، إلا بغات أنها تلبس الأبيض هذاك أفضل لباس بالنسبة للمرأة، لأن المرأة الإحرام ديالها أولا باش إن شاء الله مين تجي تحرم ماشي بالضرورة خصو يكون عندها لباس معين، على عكس الرجل لا، الرجل خصو يلبس لباس الإحرام اللي هو الرداء والإزار، ضروري خصو يلبسو، ما مخيطش، يتجرد من المخيط والمحيط، بمعنى خصو يلبس واحد اللباس ما مخيطش، واحد اللباس لا يحيط به الجسم، مثلا ما غيلبسش سروال، مثلا ما غاديش يلبس تريكو، مثلا هذه الامور لا تجوز للرجال. ولكن بالنسبه للنساء ممكن تلبس اي لباس عادي، لباس متواضع، ليس لباس يعني البهرجه ولباس الكبرياء، لانك انت راكي ماشيه واحد العباده اللي هي عباده عظيمه. اذا بالنسبه للمراه كتلبس اللباس ديالها عادي. ايضا بالنسبه للمراه ممكن انها تلبس الخاتم، ممكن انها تلبس التمليج، ممكن انها دير سلسله، ممكن هذه الامور يحل لها، على عكس الرجل لانه غادي يحرم، خصو كما قلنا ما خصوش يلبس شي حاجه محيطه ومخيطه محيطه، يعني ما يديرش حتى الساعه ما يديرهاش. بالنسبه للرجل ما يديرش حتى الساعه. لكن بالنسبه للمراه ممكن انها تلبس الحلي ديالها. المراه ما عندهاش الاحرام في اللباس ديالها، الرجل هو اللي عنده الاحرام في اللباس ديالو، كيلبس واحد اللباس معين. اما المراه تلبس لباسا ساترا، تلبس لباسا متواضعا كيفما كان هذاك اللباس، وكما قلنا هو خير وافضل الالوان هو البياض. هذه الامور هذه كلها كنديرها استعدادا للاحرام. لماذا؟ لانني انا ساحرم في الطائره، انا غنحرم في الطائره، ما يمكنش انا في الطائره عاد نغتسل ولا عاد لهذه الامور هذه كلها كنديرها انا. اذا انا ملي كنمشي للمطار اكيد انني في المطار خصني نصبر على ديك الاجراءات ونصبر على ديك المده الطويله، لان راه ممكن تجلسي في المطار حتى ل6 سوايع 7 سوايع وانت جالسه في المطار وانت كتقدي في الوريقات. بالنسبه للاحرام وقتاش غادي غنحرم في الطائره. وقتاش الربان ديال الطائره هو اللي كيقول لكم راه حنا وصلنا للميقات، ميقات المغرب، ميقات اهل المغرب واهل مصر الميقات ديالهم يسمى برابغ او الجحفه. فاشنو كيدير الربان؟ انت ما كديري حتى حاجه، المعتمر ما كيدير والو. الربان يعني الطائره، سائق الطائره هو اللي ملي كيجي ديك الوقيته ديال كنوصلوا للميقات كيقول لكم ان شاء الله، كيقول لكم تحرموا. اذا انا حينما يقول لي الربان بانني هذا وقت الاحرام او لا هذا المكان اللي وصلنا ليه هو المكان ديال الاحرام، نبدا الاحرام ديالي. كيف ابدا؟ اولا الا كنت انا موضيه، مستحب، هذه مستحبه انني نصلي ركعتين، كنصلي ركعتين الاحرام، هذه مستحبه. صليتي هي ما صليتيهاش ما تصليهاش، كتصليها في الطائره ركعتين الاحرام. كنتي مضيه صليها، كنتي ما مضياش ممكن انك تيممي. نعم كيف تصلي؟ لا تجلسي جالسه. كنصلي وانا جالسه في المكان ديالي، كنصلي ركعتي الاحرام الجلوس، وكان على النيه، كنقول النيه ديال الاحرام، كنقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. هكذا ملي كتقولي لبيك اللهم عمره دخلتي في الاحرام، قد احرمتي. ما معنى الاحرام؟ بمعنى انك حينما تحرمين معناه انه قد منعت عليك مجموعه من الاشياء، اصبحت من المحرمات عليك. طيب العطر ما تقيسيش، اي صابون مثلا فيه العطر كذلك ما تلمسيش، اي دهن دهني اليدين ديالك، دهني الشعر ديالك، دهني، هذه كلها اصبحت من المحرمات. تقليم الاظافر اصبح من المحرمات، يعني حتى حك الجسم، يعني انك مثلا انك تمشي من توصلي لمكه انك تدخلي تغتسلي وتشدي مثلا الكيس وتبقاي تحكي في الجسم ديالك، هذا هو كذلك من المحرمات، كذلك من المحرمات والممنوعات. كذلك حتى العلاقه الزوجيه، علاقه الجماع بين الرجل وزوجته حتى هي كذلك تعتبر من المحرمات. بمعنى حتى مثلا انا بغيت نغسل يديا تسخوني نغسل يديا، كنغسل يديا بصابون اللي ما فيهش الريحه، بحال صابون الحجره، بحال هاد المسائل هذه، يعني كنتفادى ما امكن هذيك الامور اللي فيها عطر كلها، لانني انا محرمه. وحينما احرم ابدا في التلبيه،
التلبيه شنو كنقول؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالنسبة للرجال كيرفعوا الصوت ديالهم بالتلبية، بالنسبة للمرأة كتسمع غير نفسها، حتى لا بغات ترفع شوية الصوت ديالها كتسمع غير نفسها، أو لا كان حداها الزوج ديالها أو لا مثلا. فإذا أبدأ في التلبية، والتلبية لا تقطعينها، حتى ولو جات شي حاجة تقطعيها وتولي عاوتاني ترجعي للتلبية. راه سبحان الله قال لك ملي كتكوني كتلبي راه الكون كله يلبي معاك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني الإنسان ملي كيكون كيلبي حتى تغيب الملبي، حينما يلبي حتى تغيب الشمس إلا وغابت الشمس بذنوبه، بديك التلبية اللي كيلبي. فإذا الإنسان لا يترك التلبية من أجل كلام يعني تافه وكلام ما عنده قيمة، لا، هذيك الوقيته هذه استغلها لأنها من أوقات الجنة. إذا كنبدا التلبية ديالي وأنا هبط كذلك في المطار ديال مكة، كذلك ما كنساش التلبية راني كنلبي لأنني أنا مازال محرمة، وكنقاد الامور ديالي والاجراءات ديالي ديال المطار في السعوديه وانا محرمه، وكننساش التلبيه. ملي كنوصلوا الفندق ملي كتوصلوا بالنسبه للعمره يعني على حسب الوكاله، يعني الوكاله كاين مثلا المرشدين اللي ربما كيقول لك حتى ترتاحي شويه او ممكن توشي، ولكن كما قلنا كتجنبي هذيك المسائل ديال العطور وهذه المسائل هذه، الشامبوان فيه العطر ولا صابون فيه العطر ولا هي كتخوي عليك الماء. اذا قلنا بانه الا قال لكم المرشدين اللي عندكم في ديك الوكاله ديال العمره قال لكم دابا مثلا غنديو العمره، راكي غير كتدخلي الشويطات ديالك وكتمشي تادي العمره. الا قال لك ارتاحي من الاحسن انك ترتاحي، ما تمشيش تادي العمره بوحديتك تقولي لا انا ما نتسناش. لا، كاين بعض الناس اللي كيكونوا هكذا، كيكونوا متسرعين مستعجلين، ولا الامور ما خصهاش تكون بالاستعجال، ما خصهاش تكون بالسرعه، لان الانسان بالسرعه ممكن يدير اخطاء اللي يندم عليها من بعد. انا قالوا لي نجلس نرتاح حتى ان شاء الله الوقيته اللي غادي يمشيو معايا ونمشي معاهم. بالنسبه كما قلنا على التلبيه لا اقطعها. وقتاش كنقطع التلبيه؟ كنقطع التلبيه ملي كنوصل للمسجد الحرام، كنجي ندخل للمسجد الحرام عاد كنقطع التلبيه. بالنسبه للمسجد الحرام الا بغيت باش غادي ندخل ان شاء الله باذن الله، ممكن انني ندخل من باب، ادخل من باب السلام اذا كان ممكن. اذا ما كانش ممكن ندخل من اي باب من ابواب الحرم، اي باب ممكن ندخل ليه. اذا حينما ادخل لا انسى دعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك. فهذا الدعاء كتقوليه كتدخلي، بمجرد ما كتدخلي وكتشوفي الكعبه لاول مره، وحتى وإن ربما شفتيها من قبل، كتقولي اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، وزد من شرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. هذا هو الدعاء اللي كتقوليه اللي كتشوفي الكعبة أول مرة. إلا كنتي كتشوفي الكعبة أول مرة راه كيتنسى لك الدعاء. اللهم اي ادعيه كانت عندك، واخا تكوني شوف نقول لك واخا تكوني قاريه ما شاء الله وحفظتي الدعاء، يعني قلتي ربما مده وانت كتحفظي ديك الادعيه، راه سبحان الله يعني حتى ديك القدسيه ديال الكعبه ولاول مره والهيبه اللي في لبيت الله عز وجل تنسيكي كل ما حفظتيه، كل الحفظ ديالك كيتنسى سبحان الله. لهذا دائما عندي واحد الورقه هاد الادعيه كنكون كاتباهم انا عندي في الورقه، حتى ولو نسيت ان شاء الله باش كناخذ الاجر والثواب كان ان شاء الله نقراهم. وحتى واللي بالنسبه لي ما عارفاش هذا الدعاء راه كتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله عز وجل وتحمد الله عز وجل ان ربي يوصلها لهذا المكان لبيت الله، وتطلب الله سبحانه وتعالى وتدعو بما شاءت في تلك اللحظه الربانيه، تدعي الله سبحانه وتعالى. دائما واحد المساله كنوصي بها انه دائما يبقى مع المجموعه، دائما يحاول يبقى مع، هذا هو الهدف الاساسي. ربما شي امور اللي هما يفوتوك ولكن ما تاثروش في المنسك ماشي مشكل، لان اهم حاجه نبقى مع المجموعه باش ما نضيعش وباش نادي المناسك ديال العمره. لان دابا لحد الان حنا راه مازال ما بديناش في المناسك ديال العمره، بدينا درنا الاحرام ديالنا، ولكن دابا عاد نبداو مناسك العمره. وهذه مناسك العمره كتحتاجي فيها اللي يكون معاك، وكتحتاجي فيها اللي يوجهك واللي يكون معاك. واخا حتى تكوني انت عرفتي
عرفتي هذا مسائل من قبل ضروري خاص شي حد اللي يكون كيشد. اذا حينما ادخل الى المسجد الحرام وكنقول الدعاء عند رؤية الكعبة كنتوجه للصحن، يعني المكان اللي فيه الكعبة، كنتوجه باش نبدا العمره ديالي. اول حاجه كنقلب عليها باش حتى لو وقع لك مثلا ضيعتي وتلفتي على المجموعه ديالك تقدر توقع عليك ما تبقايش تالفه. شكون غادي يشد بيديك؟ خاصك ضروري تعرفي. اول حاجه ملي كندخل علاش كنقلب، اول حاجه كنقلب عليها هي ديك الضوء الاخضر اولا البوله الخضراء. هذيك البوله الخضراء راها كتكون دابا حنا عندنا ها هي الكعبه، هذا دابا هذا مجسم صغير، ها الكعبه، هذا هو الحجر الاسود. الحجر الاسود هو اللي غنبدا به الطواف ديالي، لان دابا شنو غندير في مناسك العمره؟ اول حاجه غنديرها هي الطواف 7 أشواط، والطواف يبدا من الحجر الاسود. الطواف كيبدا الحجر الاسود لان الكعبه والصحن كيكون عامر ممتلئ عن اخره، صعب جدا بل يستحيل انك تشوفي الحجر الاسود كما كتشوفيه هكذا، يستحيل. لو واخا كتشوفيه في التلفازه بعض المرات كيكون في واحد الوقيته يعني فارغ، ولكن هو صعب جدا باش انك تشوفيه. لهذا معلمينو واحد البوله خضراء في الاتجاه ديالو. فانا ملي كنقلب على الصحن فيما كندخل كنشوف كندور عينيا في هذاك الصحن كله، كندور عينيا في الفوق فيما بانت لي العلامه الخضراء. اش خصني ندير؟ خصني نمشي حدا ديك العلامه الخضراء، قرب هذيك العلامه الخضراء، ونمشي نوقف حداها بحيث من ثم غنبدا الشوط ديالي. ودائما كتخلي الكعبه على اليسار ديالك، دائما الكعبه كتكون على اليسار، ما عمر الكعبه تكون على اليمين. الا كنتي على اليمين ما يمكنش تكون على اليمين، لان اصلا كتلقاي الناس كلهم كيمشيو في اتجاه واحد. اذا انا ها الحجر الاسود كما قلت لكم ضروري كتلقاي البوله الخضراء كتلقاي. اذا من هنا خصني نبداو الطواف ديالي. بماذا ابدا؟ شنو كنقول؟ كنشير باليد ديالي اليمنى كنقول بسم الله، الله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ياك؟ إذن هذه اللي كنقول أنا غنبدا الشوط ديالي. ملي كنبدا الشوط، هذا الشوط اللي كنديرو كله يكون فيه ذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن الكريم، دعاء، وكأنك في صلاة. وضروري الطواف خصو يكون عندك تكوني موضية، ضروري تكوني على طهارة. إذا أنا هذا الشوط كله ذكر، دعاء، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار. ثم من بعد ملي كنوصل للركن اليماني نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بدون إشارة، لا نشير باليد ديالي. ربنا كتلقاو بعض الناس كتلقاو كيشيروا باليد ديالهم بدون إشارة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكنكمل أنا أذكر الله عز وجل، كنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، التهليل، الدعاء. المهم أنا كنكمل حتى تنكمل الشوط الأول ديالي. ملي كنوصل أنا للحجر الأسود هذا راه شوط. دابا إن شاء الله غادي نبدا الشوط الثاني. كذلك عاوتاني غادي نقول الله اكبر، غنشير باليد ديالي ونقول الله اكبر، اللهم ايمانا بك وصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدا الشوط الثاني. واللي ما عرفاش كما قلنا كتبقى تصغير ديالها وتقول الله اكبر، ياك؟ ثم نفس الامر بالنسبه للشوط كله، دعاء وذكر واستغفار وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وما نساوش الاجر اللي كناخذوه وحنا كنديروا الطواف، الاجر اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي كيطوف لا يرفع قدما ولا يضع قدما الا وكتب الله له حسنه وحط الله عنه خطيئه ورفعه الله درجه. كل خطوه شوفي شحال ديال الخطوات عندك في الطواف. الشوط الاول، الشوط الثاني، الشوط الثالث. Fruttolo è fonte di vitamina D, calcio e proteine che supportano la crescita e il sistema. كنوصل الشوط السابع، ماشي غير وصلت قربت الحجر الاسود نخرج حيت كملت الشوط السابع، لا، خصني
كملت الاشواط ديالي السبعه باكملها. اذا انا كملت الاشواط ديالي السبعه، دابا غنمشي باش نصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. كنحاول الا كان انا كنت انا مع الناس مع المجموعه، راه انا هذاك القائد ديال المجموعه هو اللي كنتبعو، فيما قال لنا نصلي. هو من الافضل انك تصلي خلف مقام ابراهيم هذيك الركعتين من الافضل، ولكن الا ما تيسرش انك تصلي ديك الركعتين خلف مقام ابراهيم، ممكن تصليها في اي مكان. كنقول الله اكبر وكنقرا في الركعه الاولى الفاتحه والكافرون ولا الكافرون، والركعه الثانيه بالفاتحه وقل هو الله احد، وكندير الدعاء ديالي كذلك. بعد ما كنصلي ركعتين راه كندير الدعاء، يعني انا اتجاه الكعبه راه ضروري كندير الدعاء ديالي. ثم بعد ذلك كنمشي، هذا امر مستحب انني كنمشي نشرب من ماء زمزم. كاينين واحد السقايات تما يعني كتلاقي شويه واحد الدريجات كتلقاي سقايات كثيره ديال ماء زمزم كتشربي تما. هذه ايضا مستحبه انني نشرب من ماء زمزم حتى اتضلع كما النبي صلى الله عليه وسلم وصانا، يعني انك تشربي من ماء زمزم حتى تمتلئ منه اضلاعك. وملي كنكون كنشرب ماء زمزم ادعو، والدعاء اللي علمونا النبي صلى الله عليه وسلم انني كنقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ايضا ممكن تدعي اي دعاء عند الله سبحانه وتعالى تدعين به، لان الدعاء عند شرب ماء زمزم ايضا دعاء مستجاب. اذا انا كندير هذا الدعاء ديالي وكندير الادعيه ديالي. اذا ملي كنشرب ماء زمزم هذا كما قلت لك، الا كانت المجموعه كلها مشاو باش يشربوا ماء زمزم، الا داكم هذا في المرشد ولا داكم ديك البلاصه ديال ماء زمزم شربتوا منها. اما الا كان مثلا في بعض الاحيان هذاك المرشد اولا ما تيبغيش يمشي بديك المجموعه، ما تيبغيش يمشي بها يشربوا ماء زمزم، كيخاف انهم يضيعوا، انهم يتفرقوا، فيقدر مباشره بعد ما صليتوا ركعتين خلف مقام ابراهيم يقدر مباشره يديكم للسعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه، الصفا والمروه جبلين صغيرين، الصفا اكثر ارتفاعا من المروه. انت ملي كتوجهي مثلا من الصحن كتمشي باش تقلبي على فكره الصفا والمروه، اولا ملي كتشربي ماء زمزم اصلا السقايات ديال ماء زمزم كيكونوا قريبين من الصفا والمروه ياك. ثاني حاجه قلنا بانه باش كتميزي ما بين الصفا والمروه، الصفا كتلقاوه مسيج بزاج فيه الزاج، الصفا واحد الجبل اللي هو شويه مرتفع، والحجاج والمعتمرين كانوا ملي كيجيو كيبغيو يطلعوا لفوق الصفا فكانوا كيطيحوا، كيوقع عليهم كسور، كيوقع عليهم جروح، فسيجوا هذيك الصفا بالزاج كتلقاها بالزاج، بمعنى كتوقفي غير حدا ديك الزاج. بعد اولا ملي كتكوني طالعه كتكوني قربتي للصفا كتقولي الله اكبر الله اكبر الله اكبر 3 ديال المرات، ثم كتقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ياك انت كتكوني قربتي للصفا، هي كتوصلي للصفا كتقولي ابدا بما بدا به الله عز وجل، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اللي حافظه هذه الادعيه واللي حافظه هذه الايه افضل، اللي ما حافظهاش ديرها في واحد الكتيب عندها واحد الفتر عندها وتقراها. اللي ما قارياش طلع الصفا تقول الله اكبر، تقول الله اكبر، تقول لا اله الا الله، ومن بعد توجه تجاه الكعبه ايضا دير الدعاء ديالها. اذا مستحب انك من تقراي هذه الايه